الو سلمى. معقول؟ أحاسسنا بتلمسنا بعشق جريء تحسسنا، وليه الخوف من المكشوف في سجن الضلمة يحبسنا؟ ما تسألنيش وطير بيا، ما توحشنيش وعيش ليا، ودوب في عيوني وشفايفي ودوب فيا. حبيب عمري وحسيسي أنا عشقك، بعيد عنك بتتعب ضحكتي وبشقى. يا أهل الحب يا عايشين سنين دوامة الأحزان، جريء الحب في قلوبنا وأكبر حتى من نسيان. ما تسألنيش وطير بيا، ما توحشنيش وعيش ليا، ودوب في عيوني وشفايفي ودوب فيها. بيه الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. مجدي بيه جوه؟ من بدري يا باشا. هي ماما فين يا بابا؟ انت زعلتها؟ انا شفتها بتعيط وهي خارجه. بعدين معاكم. يلا سمر خدي اخوكي وروحوا ناموا. إلا الحاجة دي
فيهاش حاجة تضيق، هي حياتي دي وطبعي كله كله كله، واللي يعجبوه قلبي يدوبوه، واللي يتعبوه على طول هقول قوله. الأدب يا حبيبي فضلوا عن العلم، الأدب يا حبيبي في الحب مهم، تمسك ايديا تبص في عينيا، تسهر معايا ترقص معايا، الأدب يا حبيبي في عينيا حشيرة، الأدب يا حبيبي تندهلي هجيلك، تفوت تعدي لمست خدي، خرجنا مرة قعدنا برا، أنا قلبي في حبه راسي وبقدر لما أبص، معرفش ابقى الناسي وماليش في النص ناس، اللي يلعب بيا أدوسه واللي يقدر حبي أبوسه، اللي يلعب بيا أنا اللي يقدر حبي ابوه. لو كان غرام جد وكلامه مش وأنا مشروخة ولا فين، الأدب يا حبيبي فضلوا عن العلم، الأدب يا حبيبي في الحب مهم، إلا الحاجة دي إلا الحاجة دي غنيت لك العبلة لكن بقلبي لا، ده اللي يزعلني يتعب واقول له طقي لا، اللي يلعب بيا ادوسه واللي يقدر حبي ابوسه، اللي يلعب بيا أدوسه واللي يقدر حبي أبوه. لو كان غرام جد وكلامه مش وانا مشروخة ولا فيل، الأدب يا حبيبي فضلوا عن العلم، إلا الحاجات دي وافرة بسرعة. ايه يا خال؟ هتفضل مضيها لنا كده؟ هي افتكرتني ليه بعد السنين دي كلها؟ عاملها أزمة ليه؟ جايز عايزة منك خدمة. لا، صوتها كان فيه نبرة كده، أنا عارفها كويس. يا خبر النهارده بفلوس، قابلها وأنت تعرف. أكيد عندها مشكلة مع جوزها، مع أحمد. يا عم طنش طنش. ايه ده؟ انتوا هتفضلوا قاعدين كده؟ ما تقوموا بقى عشان ننبسط ونفرفش شويه. ما تقولي له. اوبا، جات لك يا عم اللي هتنسيك اسمك اهي. قلت لك مش هتقدر تنساني. حد برضه ينسى القمر؟ الله، حاسب. سلمى، سلمى، ايوه يا ماما، في حاجه؟ افتحي يا بنتي. ثانيه واحده يا ماما. ايه يا سلمى يا حبيبتي، في ايه؟ ولا حاجه. انت سبتي بيتك ليه؟ احمد عمل حاجه زعلتك؟ لا، احمد حد كويس، انا اللي ما نفعهوش. ياه، بعد 7 سنين جواز وبينكم اولاد؟ لا يا سلمى، لا يا سلمى يا بنتي، انت اكيد اتجننتي. طنش وهي تروح، مالك كده مخنوق؟ طنش وهي تروح، مالك كده مخنوق؟ انسى الدنيا وكل ما فيها، ما تخليناش نفوق. ما فيهاش حاجة يعني تنقصنا، لو يوم من نفسنا هيصنا. ما فيهاش حاجة يعني تنقصنا، لو يوم من نفسنا هيصنا. حتى لو اتجننا شوية وقلعنا هدومنا ورقصنا، يلا يلا كله يطلع.
الهم يا صاحبي ما حدش واخد منها حاجه. ولعت 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 ولعت. اهو 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 اهو. ولعت ولعت ولعت. اهو 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 اهو. انت شربت كتير. شكلك تعبان يا بابا. تعبان ايه يا مجدي؟ زي الفل. المهم انت يا قشطه ناويه لنا على ايه؟ مفاجأة. يلا اركب. اركب؟ اه. اوكي. سلام بقى موجة. بالراحه عليك. بالادب يا حبيبي. يا بابا وبعد سلمان. قلقان؟ سلمى في دمه مش هيقدر ينساها. ما تخافش، نور هتظبطه. ويا نور بس اللي بتعرف تظبط ولا ايه؟ يلا تظبطينا انا كمان. بالادب يا حبيبي. وجوزك راجع امتى؟ لسه مكلمني بعد بكره. ومستعجل ليه؟ انا عارفه. ايه دي يا بنتك تصحى. خير يا احمد؟ خضتني. في ايه؟ سلمى يا ماما، مالها؟ حصل لها حاجه؟ رجعت من شغلي لقيت شنطة سفرها. عرفت انها رجعت من رحلتها. طلعت السلم وانا في منتهى السعادة. وحشتيني. اسبوع وكأنه سنين. وحشتيني قوي. انتي لسه هتقعدي؟ يلا بقول لك وحشتيني قوي. معلش اصل تعبانه. تعبانه ايه؟ انا هساعدك انا هساعدك. مش قادره النهارده. ما قدرتش امنع نفسي من العياط. صعب قوي انك تحسي بالرفض والضعف الفظيع حتى على انك تقولي لا مش عايزه. طب وهو ما حسش بحاجه خالص؟ غريبه. وهو في عز نشوته قرب علشان يبوسني. في ايه؟ في ايه يا سلمى؟ انا اول مره اشوفك في الحاله دي. اسفه، اصلي تعبانه شويه، لو سمحت سيبني ليلة.
طلبها كان غريب لكن وافقتها. قلت جايز تكون تعبانه فعلا. وبعدين ادتني ظهرها على السرير، والغريبه انها فضلت صاحيه فتره طويله وبعديها نامت. عملت نفسي نايمة لحد لما راح في النوم. فضلت أفكر هقول له إيه لما يصحى ويسألني. هتقدر تسامحني؟ هتقدر تفهمني وتعذرني؟ صباح الفل. أقول له إيه؟ ايه حياتي مالك؟ هو في حد مزعلك في الشغل؟ على العموم ولا يهمك. كده حرام. قومي يلا اغسلي وشك عشان محبش اشوف كده. أحمد، أنت عمرك ما رفضت لي طلب. ممكن أطلب منك حاجة وما تسألنيش عن السبب؟ وانا عمري سألتك. وأموري حياتي. طلقني. ايه؟ أرجوك طلقني. انت اكيد مجنونه. حد يعمل كده؟ ده اللي أرجوكي ساعديني. قلتي له ايه السبب؟ قلت له أنا مش هقدر أكمل، مش قادرة، وطلقني. وبعدين؟ فضل ساكت وما قالش أي حاجة وبس. هو هيكون عملها؟ يا ريته كان عملها، كنت ارتحت. وحشتيني يا وحش. انت كمان وحشتيني قوي. لو تعرف انا محتاجك قد ايه او جوايا ايه. كفايه يا نور. مالك؟ في ايه؟ انا اسف يا حبيبتي، اسف. قولي في ايه؟ بعد ما صدقت نسيتها راجع تاني. ليه؟ مالك؟ هدي شوية. على فكرة أنا كده ابتديت أغير. أنت تعرفه من زمان؟ صديق عمري، إنسان حساس حنين، أجدع واحد قابلته في حياتي. أيوة بس ده كئيب أوي. أبدا، حبه لسلمى هو اللي مخليه كده. بالدرجة دي؟ وأكتر. حبه ليها ما يتوصفش. طب ما اتجوزهاش ليه؟ للدرجة دي؟ ايه؟ في ايه؟ خضتني. صوتك قلقني في التليفون. مالك؟ ياه ايه يا عم؟ مش للدرجة دي. مالك؟ في ايه؟ سلمى انا عارف الضغط اللي انت تعرضتي له مؤخرا من ساعه احمد ما رجع من السفر وطلب ايدك.
وقعت قلبي. هو ده الموضوع اللي انت عايزني فيه؟ وبعدين هو انا كنت اشتكيت لك؟ حرام كمان ان انا اظلمك جنبي وانا مش جاهز. انا قدامي سنين عشان اجهز. وانا مستعده استناك العمر كله. هم دبلتين ومستعده اساعدك فيهم. وعايزاني اقول لعمي ايه؟ معيش فلوس ومش جاهز وعايز اتجوز بنتك؟ وبتحبها وما تقدرش تعيش من غيرها. ايه؟ في ايه؟ مش هينفع. مش هينفع يا سلمى. يعني ايه؟ وكل اللي فات ده كان ايه؟ انت ليه كده؟ انت ضعيف وانا ما بحبش حد يكون ضعيف. واذا كنت انت مش عايزني انا كمان مش عايزك. برضه نفذت اللي في دماغك؟ ليه ما قلتلهاش الحقيقه وسبت لها فرصه هي تختار؟ تختار ايه يا مجدي؟ احنا هنضحك على بعض. انت عارف انها تختار. بعدها لك يا صاحبي، بعدها لك. ايه ليه؟ بتغيري القناة ليه؟ انا مش فاهمه ايه اللي بيعجبكم في القنوات دي بصراحه يعني. يعجبنا ايه؟ تعرفي انا شاكه فيكي. سيبك منها وخليكي معايا وهاتي ريموت. لا مش هجيب انا ريموتات، وبعدين انتوا الاثنين هتترموا في نار جهنم ان شاء الله. ليه ياما؟ احنا ما بنعملش حاجه، كل اللي بنعمله قاعدين بنتفرج على التلفزيون بس. يا بنتي فكيه احسن ما جوزك يخلع منك. يا بنتي تلاقيه بيتلكك علشان يخرج يعمل كل اللي هو عاوزه، هي خايبه كده. اقعدي بقى. تبقى خيبه كده ماشي. فكره انا اصلا غلطانه، انا جيت قعدت معاكم النهارده. شكرا. ايه ده؟ ايه؟ خلاص احنا بنهزر ما تزعليش. سوري. مش عارف. تفتكري ايه السبب؟ انا هتجنن يا هند، هتجنن. طب ولو فضلت مصرة على الطلاق هتعمل ايه؟ انا ما اقدرش اعيش من غيرها، وانا راجل شرقي مستحيل اعيش مع واحده مش عايزاني مهما كنت بحبها. بس انا لازم اعرف السبب، لازم اعرف السبب. كل اللي اقدر اقوله لكم ان اللي عشته معاه ما عشتوش بعد كده. يمكن علشان كان اول واحد في حياتي، ولا يمكن علشان اتعودت عليه. اتعودتي عليه ايه؟ الله يحرقك يا شيخه، انتوا عملتوا مع بعض حاجه؟ امال كانوا يقعدوا مع بعض بيلعبوا سيجا. كنت بحب نفسي معاه، كنت بحب جسمي، كنت بستعد كل مرة هقابله فيها كأنها أول مرة. كنت ببقى محتارة أعمل إيه علشان يبقى شكلي مختلف، عشان ما يزهقش مني، عشان ما يفكرش يعرف واحدة غيري أو حتى يبص لواحدة غيري. يا جماعة انتوا مش هتقدروا تحسوا بيا ولا تفهموني. ده واحد كان كله رجولة، كلامه، ريحته، لمسته،
انت بتتكلمي بجد؟ امال بتهرج؟ بس ده حرام، حرام قوي. انت عايزه تقولي لي انه مجدي اول واحد بيكي شيكي؟ انا المشكلة بقى انه بيطلب مني حاجات غريبة قوي، حاجات صعبة عليا قوي ان انا اعملها. يا بختك بلا نيلة. الو. ايوه مين؟ ايه ده؟ امتى ده؟ في يا مجدي. طيب انا هتصرف. المجنون خرج من المستشفى من غير ما يقول لحد. الدكتور بيقول ان النوبه ممكن تجيله تاني. انت نازل دلوقتي؟ طب انا جايه معاك. مفيش وقت، انا هبلغك. مش كفايه كده يا صاحبي؟ لا. ده اخر مكان كنت اتوقع ان الاقيك فيه. اشمعنى؟ الدنيا ايه غير مزه وكاس فلوس طايره في الهوا واخرتها مش فاهم. تبقى بتستعبط. ماشي بستعبط، بس ايه اللي دخل ده من جايك هنا النهارده؟ ابدا، قلت اشرب كاسين وابص على الدنيا واطلع على لساني طب قوم يا صاحبي، قوم نتكلم في حته فيها هوا بقى. قوم. بالراحة على نفسك يا صاحبي. وبعدين انت بتعمل كده ليه؟ عشان مين؟ حقك عليا، بس انا صاحبك اللي ملوش غيرك. وبعدين احنا في ايدينا ايه؟ ما كل حاجة بتاعت ربنا يا اخي. ما انا عارف ان كل حاجه بتاعت ربنا. انا عايز ايه يعني؟ انا عايز اعيش يا مجدي. عايز اعيش. يبقى ترجع ايهاب بتاع زمان، ايهاب اللي عمره ما استسلم. واجه يا صاحبي، واجه. معاك حق، لازم اواجه. اواجه. كنت هموت واطمن على الولاد. قلت اتمشى شويه بالعربيه لحد ميعاد المدرسه، يمكن اشوف حد فيهم. لقيت نفسي قدام الجامع، دخلت. ساعتها حسيت بالامان. وبعدين ايه ده؟ انت جوزك هنا؟ صباح الخير. ازيك؟ اكيد هي سلمى. اخبارك ايه؟ طيب يبقى كلميني. انا ست ليا احتياجاتي، انا لحم ودم، ولا انت عايزاني اخرب بيتي زيك؟ يعني ايه؟ وما فكرتيش في بنتك؟ اوعي تكوني فاكره ان ممدوح ده بيحبك ولا حتى بيحترمك. عارفه ممدوح كل اللي يهمه جسمي وبس. ارجوكي يا سلمى، انا مش عايزاكي تحتقريني او تكرهيني. انا مش مصدقاكي. ايه اللي الدرجات دي بتحبيه؟ مش بقولك انت مش عارفه حاجه؟
ممدوح عوضني على حاجات كتير، عشان كده اتعلقت بيه. الحب لوحده مش كفاية. أيوة مش كفاية، في حاجات تانية لازم تكمل للطرفين. لا كده ظلم، حرام حرام حرام. أنا بتقطع يا سلمى. طب ما يتعالج. يتعالج من إيه؟ هو عيان. أمال إيه؟ هو عنده إيه؟ يعني هو وبس. أنا أولع أتحرق مش مهم. طب ما تتكلمي معاه، قولي له ما فيهاش حاجة. خلاص اطلبي الطلاق. طلاق؟ وبنتي أكيد هتعذرك، مش أحسن ما تعرف إنك بتخوني؟ إيهاب. ألو. حبيب عمري وحسيسي أنا عشقك، بعيد عنك بتتعب ضحكتي وبشقى. يا أهل الحب يا عايشين سنين دوامة الأحزان، جريء الحب في قلوبنا وأكبر حتى من نسيان. ما تسألنيش وطير بيا، ما توحشنيش ما اتغيرتش. وعيش ليا حلاوتي قوي. وحشتني. 7 سنين وانا بفكر فيكي. لسه بتحبني؟ اكتر من الاول. ايه؟ هنفضل واقفين؟ انا اسف، اتفضلي. هند، ايه اللي جابك؟ هي ايه حكايتك بالظبط؟ اصلك صعبان عليا قوي. مش فاهم. لا انت فاهم وفاهمني كويس قوي، وده اللي عاجبني فيك يا احمد. قصدك ايه يعني؟ قصدي يعني ان الدنيا مش هتوقف عند سلمى وبس. بقول لك ايه، هي الخسرانه. اسمح لي بقى اخطفك. مش ممكن. قصدك تقولي ايوه. انت مجنونه؟ ايوه مجنونه بحبك. ما فكرتيش في احمد؟ ذنبه ايه؟ الحكايه دي استمرت كتير. طول ال7 سنين حاسه اني غلط، بس مش قادره اتغير، لدرجه اني ادمنت الاحساس ده. كنت قدامي جوايا، وزادت المشكله بعد الولاده. انا حاسه ولادي يبقوا ولادك لاني كنت معاك انت. انت عارفه انت بتقولي ايه؟ عارف، كنت محتاجه احكي لحد واثق فيه. رحت لدكتوره نفسيه. لما سابني ما ندمتش عليه، حسيت اني هعوضه. لما هتجوز هنساه، ولما اتجوزت اتأكدت اني مش هنساه. اكتشفت اني عايشة مع احمد، وانا جوه نفسي عايشة مع ايهاب.
انا عمري ما خنت احمد، بس انا طول الوقت حاسه اني بخونه. عرفتي ليه انا بكره نفسي؟ طب خلينا نسألك أسئلة وتردي عليا بآه أو لأ. جوزك كريم معاكي؟ ايوه. طيب وحنين ولا عنيف؟ طيب. طيب على مستوى العلاقة الحميمة اللي بينك وبينه عامل ازاي؟ كويس. بيتعامل مع أهلك بطريقة لطيفة؟ وبيحبوه. في فرق بينك وبينه في المستوى التعليمي أو الثقافي أو الاجتماعي؟ لا خالص. إجابتك بتقول إن المشكلة من عندك. الطريقة اللي هشتغل بيها معاكي إزاي أزود لك الإدراك بتاعك عشان تحسي بكل مميزات جوزك الإيجابية اللي انت نفسك اعترفتي بيها، وده هيساعدك جدا إنك تعيشي في الواقع وكمان تستمتعي بيه وتخرجي خالص من ذكريات الماضي. بلاش، تعالي نحسبها بطريقة تانية. انت قلتي لي حبيبك اسمه ايه؟ إيهاب. لما بتتعبي مين اللي بيوديكي للدكتور؟ إيهاب ولا جوزك؟ جوزي. لما بتكوني في محنة أو في مشكلة ومحتاجة حد يطبطب عليكي مين بيعمل كده؟ جوزي. مين اللي بيقوم بمصاريف بيتك؟ مين اللي لما تبقي نايمة ولسه على السرير وأول ما تفتحي عينيكي تشوفيه؟ أحمد. عرفتي بقى إن الواقع الملموس في حياتك هو جوزك؟ أعمل إيه علشان أنسى إيهاب؟ عايزة أنساه. صحيح إن الاحتياجات اللي جواكي دي مهمة لأي ست، لكن كمان في أولويات مهمة جدا في حياتنا لازم ناخد بالنا منها. أنا عاوزاكي تفتكري كل إيجابيات جوزك، تفتكري المواقف الحلوة خلال عشرتك معاه. أصل الموضوع في الرضا، ومفتاح الرضا إنك تسامحي. انتي جواكي محملة جوزك مسؤولية إنه بعدك عن حبيبك، وده مش مظبوط. هو حبك واتجوزك، فهمتي؟ لو بعد ده كله حسيتي إن إيهاب لسه جواكي، يبقى ساعتها لازم تختاري. اتشجعت لما عرفت انك لسه ما اتجوزتش وان احوالك الماديه اتحسنت. قررت انفصل وطلبت الطلاق وكلمتك. مالك سرحان في ايه؟ ايهاب. لا ابدا، كملي يا سلمى. اكمل ايه؟ انا خلاص خلصت. انت بقى عملت ايه؟ ابدا، عشت حياه عاديه يعني لحد ما قابلت نور. اللي عجبني فيها انها من بيت اصيل، حبيتها قوي، وهي ساعدتني كتير قوي فقررت اتجوزها. هي بتفكر دلوقتي وانا مستني ردها. غلط اللي بتعمله ده يا احمد، كفايه كده بقى وقفل على الموضوع. مالك يا احمد؟ احمد على فكره انا كل اللي انا بعمله ده بس عشان عايزه اطلعك من الحاله اللي انت فيها دي. وبعدين بقى احمد ينفع اروح اشوف بيتك وولادك؟ ان شاء الله في يوم من الايام هروح. برافو عليك يا احمد، ايوه كده. طب يا بيبي عشان خاطري انا عايزه اشوفها. حياتي يا احمد. طيب النهارده بالليل انا فاضي، نروح نشوفها. حبيبي بحبك قوي على فكره.
زبالة. مساء الخير. حبيبي الحمد لله على السلامة. شكلك خلصان. بص انا هحضر لك العشاء لحد ما تاخد الشاور بتاعك. ها؟ ها يا ترى خير المرة دي؟ مش فاهم قصدك ايه. في مصيبة جديدة؟ هتقولي طبعا إيهاب وهتخترع لي قصة جديدة، صح يا مجدي؟ وبعدين بقى ايوه مجدي، انت فين دلوقتي؟ عايزك ضروري. ايوه يا ايهاب، انا في البيت. الله يا بيبي، شكلهم زي القمر، ربنا يخليهم لك. انت ما شفتيهمش هم صاحيين؟ دول عفاريت. واو، ودي بقى اوضتك ولا اوضه مين؟ دي اوضه بتيجي تبات فيها ماما يعني لما بتجي لنا هنا البيت. احمد. هند مفيش داعي تعالى بقى يا احمد. عايزه ايه؟ هند ما تحترمي نفسك بقى، بلاش. بحبك من زمان. بلاش. ايه الاخبار؟ طمني، عملت ايه؟ زي ما توقعت، طلبت الطلاق من احمد وعايزانا نرجع لبعض تاني. وانت قلت لها ايه؟ فهمتها ان انا بحب نور، هنتجوز قريب. وصدقتك؟ متهيألي.
الحبايه دي هتريحك خالص. إيهاب بيحب واحدة اسمها نور، وأنا مش في حساباته خالص. الزمن بينسي. انتي بكره هتنسي ايهاب، واحمدي ربنا ان انتي ما اتطلقتيش عشان واحد ما يستاهلش. بدر يا هاني، بقيتي بتباتي بره البيت دلوقتي؟ تعالي هنا. كنت فين؟ اسمعي، انا الحال المايل ده ما يعجبنيش. انت فاهمه؟ سلمى! انا مش قادره افهم انت ازاي بتحبي ايهاب وقادره تستحملي موضوع سلمى ده. ايهاب انسان حساس ورومانسي، وده اللي مخليني بعشقه. يا سلام، هو انا ومجدي يعني حيوانات؟ لا مش قصدي، انما مجدي شاغل وقته بالنسوان والحشيش، يعني بصي مش موجوده يجي غيرها. لكن راجل ناجح وعملي في علاقاته، والاهم من ده كله انه بيصرف عليا، لكن حب وكلام من ده انا مش فاضيه للكلام ده خالص. انا بقى ايهاب عنده فلوس او ما عندوش مش مهم. انتي فاكره يعني انه هيتجوزك؟ انا بحبه، فاهمه؟ يلا غيري. مش سلمى طلبت الطلاق من احمد؟ انا مالي، ما تطلب الطلاق ما تطلبش الطلاق، دي حاجه ترجع لها. تفتكري عملت كده ليه؟ مش عرفت انا، بتسال صاحبك. بس انتي مالك عصبيه ليه النهارده كده؟ يعني عايزني اعمل ايه لما اشوف اسم واحده على تليفونك؟ ارقص؟ دي عميله وفي بينا شغل. عميله بقى مش عميله، انت حر، اعمل اللي انت عايزه. انا خلاص فوضت امري فيك لله. انت ليه مش عايزه تصدقيني؟ صدق ايه بس؟ انا عارفاك كويس وعارفه دماغك. طب ما انت عارفه دماغي كويس، ليه بقى ما بتريحنيش؟ مجدي انا مش واحده من الشارع ومش حيوان اعمل اي حاجه انت عايزها. انا جوزك. وماله؟ ده سبب ادعى ان احب نفسي معاك، مش هكرهها. تكرهي نفسك معايا؟ للدرجه دي انا مش بني ادم؟ مجدي انت لازم تفرق ما بيني وما بين بنات الشوارع اللي انت كنت تعرفهم. انا مراتك. انت عارف انت مشكلتك معايا ايه؟ انك بتحب بنات الشوارع اكتر ما بتحب مراتك. مين قال كده؟ انا بقول لك وانا عارفه انا بقول لك ايه كويس قوي. بس ده مش حقيقي. لا حقيقي. بس انا بحبك انت. ازاي تحبيني وانت قادر تعرف 100 واحده غيري؟ انت شايف ان ده مكان مناسب لحاجه زي دي؟ انا سامعك من الصبح وساكت. انت ايه؟ ما بتحسيش؟ انا حاسس ان انا متجوز ثلاجه مش متجوز بني ادمه. اجي ابوسك تقولي لي مش وقته، المسك تقولي لي مش مكانه، اتكلم معاكي تقولي لي ما بحبش الكلام ده. امال بتحبي ايه يا شيخه؟ عرفتيني. البت دي والبت دي والبت دي والبت دي والبت دي كلها احاسيس والبت دي كلها احاسيس والبت دي زي القمر. بصي 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 بقى هيقول لك ايه. انت يا بت بجد صاروخ، كل مره بشوفك ادوخ. انت يا بت بجد صاروخ، كل مره بشوفك ادوخ. رمشك وعيونك، شعرك وخدودك، تقلك ودلالك، سحرك وجمالك. انا كل ما الاقي بنات زيك عارفه بقول ايه. البت دي والبت دي والبت دي والبت دي كلها احاسيس والبت دي زي القمر. طلقه واقول لك ليه حلوه طحني يا بنت الايه. انت طلقه واقول لك ليه حلوه طحني يا بنت الايه. واللي علم كان معلم مين يصدق ولا ايه. حنينه ودايما بتودي بتسالي ودايما بتعدي. حنينه ودايما بتودي بتسالي ودايما بتعدي. واللي ربى جاب مربى هو دي حلاوه كده معاك. الرموش والعيون والخدود، الجمال اللي مش موجود، الطعامه والحلاوه والاوان.
ابتسامة مش أي كلام، رمشك وعيونك، شعرك وخدودك، تقلك ودلالك، سحرك وجمالك. أنا كل ما ألاقي بنات زيك عارفة بقول إيه؟ البت دي والبت دي والبت دي والبت دي والبت دي كلها أحاسيس والبت دي كلها أحاسيس. والبت دي زي القمر لحد 2 3 4 خميس السما بتمطر بنات السما بتمطر بنات. بس يا سيدي قعدت طول الليل اتكلم معاها انها تقتنع ابدا. معذوره. ساعات ما بفهمكش يا اخي، حد يتجوز واحده ست زي دي بنت ناس وبتحبه ويعمل معاها كده؟ انا ما انكرش انها ست هايله، انما اعمل ايه؟ اتعودت على نوع معين من العلاقات، وهي طبعا بالنسبه لها الكلام ده كله قرف 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 يا ستي، بس بحبه. فرق ما بين اللي جوه البيت واللي بره البيت يا مجدي. الهام انت عايزه ايه دلوقتي؟ صحيح دي الكلب عمره ما يتعدل في الكباريه يا مجدي، طلقني. ودي عرفت منين؟ استلقى وعدك بقى. بقول لك ايه، وابقى حاسب انا ماشي. وما كانش ينفع اسيب ايهاب لوحده وهو في الحاله دي. ارتحت دلوقتي؟ عرفت ايه اللي وداني الكباريه؟ سيبنيش يا الهام، انا بحبك. منتهى الحب فعلا. هو انا يا اما هاودك واعمل القرف اللي انت بتروح تعمله مع البيتشز بتوعك دول، يا اما تخوني. صدقيني انا حاولت بس ما قدرتش. اعمل ايه؟ اتعودت على كده. ساعديني. روح ساعد نفسك. لو ما قدرتش بقى يبقى انت من طريق وانا من طريق، وتطلقني. طب انا عندي حل. اتجوز عرفي كده 2 3 وبعدين ايه ده في ايه؟ مالك في ايه؟ اهدى بس، استنى بس استنى. بس بقى اهدى بقى شوية. مضايقة؟ متضايق ليه؟ عشان هنا هو في أحلى من هنا؟ وبعدين أي حاجة معاك حلوة. طب ما تفهميه. مشكلة مجدي انه فاهم قوي، وده برضه اللي بيعجبني فيه. فين المشكلة؟ ما علشان مجدي جرب كل حاجة في الدنيا، لما قرر اتجوز واحدة ملهاش ولا تجربة. لما حصل بقى واطمن لها، قرر انه يعودها على حاجات شاذة وحاجات ما تنفعش. لما رفضت قال بقى خلاص ابدلها بقى بواحدة صناعية ما تحسش بيا ولا تحبني. عشان كده انا بعدت. بس ده مش حل. حاولي تقربي منه، بدل ما هو يغيرك غيريه انت. تفتكري ممكن؟ تعرفي انا كنت نفسي اتجوز واحد زي مجدي ده. يا بختك بيه. ممكن تفهميني انت عامله في نفسك كده ليه؟ حرام عليك نفسك. مفيش حد يستاهل دموعك دي، حتى لو كنت انا. ما فكرتيش في ولاد؟ سلمى الحياه لازم تستمر، وولادك محتاجينك اكتر من الاول. انت بتفكري في ايه؟ في الدنيا. زمان فرقتنا علشان الفلوس، والنهارده احمد ما اذانيش في اي حاجه، واداني كل حاجه وانا ما اديتوش اي حاجه. عندك فرصه كويسه قوي، ممكن تعوضيه. مش هينفع بعد ما جرحته. لا هينفع. احنا ممكن نفكر في اي سبب عشان انت طلبت منه الطلاق. قومي وانا اروحك. قومي هوديك لولادك. ايهاب، ازيك يا احمد؟ سلمى معايا بره. سلمى؟ قابلتها بالصدفه وحكت لي. بصراحه معاها حق. مش فاهم. يعني كلنا عندنا نزوات، بس اذا بوليتم فاستتروا يا اخي. قصدك ايه؟
مش معقول يا احمد يبقى معاك انسانه جميله وطيبه زي دي وانت تروح تعمل علاقه مع ايه يا عم الكلام الفاضي اللي انت بتقوله ده؟ هي قالت لك ايه بالظبط؟ بقول لك يا ابو حميد، خد مراتك في حضنك وحلوا مشاكلكم مع بعض. سلمى، وحشتينا قوي يا ماما. وانتي كمان وحشتيني. صدفة. كنت هتجنن لما عرفت انك ممكن تحب حد غيري. يا بعد علينا بالصدفة وقال اني اجي هنا واتكلم معاك واواجهك. وجالك منين الاحساس ان انا ممكن احب حد غيرك؟ كلامك الكتير عن هند، قد ايه هي لذيذة كيوت. هند ايه؟ انا مهما لفيت عيني مش هتشوف غيرك. ده انت مراتي حبيبتي. صباح الفل. صباح الفل يا حبيبي. كمان فطر؟ ايه الدلع ده؟ هو انت يعني بتبات عندي كل يوم؟ انا شايفه بقى انك تبعت تجيب شنطه هدومك. ايه اللي هيقعدك هناك لوحدك؟ عندك حق. هو الواحد ياخد اجازه من الخنقه. ما تجيبليش سيره الخنقه الله يخليك. اهم حاجه ان انا في حضنك وبس. ومش عارفه حضرتك هتقدري تساعديني ولا لا. اهدي بس واحكي لي ايه الحكايه. جوزي عينيه زايغه جدا وبيعرف اشكال بصراحه تقرف، وساعات كده بحس ان انا ما بعجبوش. طب ما تحاولي تساليه انت ليه مش عاجباه وتدوري جواكي قبل ما تلوميه. يعني انا السبب في تصرفاته دي؟ الراجل لما بيجي يتجوز بيكون شايف حاجات في الست عاجباه، عشان كده هو بيتجوزها. ولما ما بيلاقيش الحاجات دي بيطلع يدور عليها بره، خصوصا لو عينه زايغه. على فكره دي مش مشكلتك لوحدك، دي مشكله بنات كتير جدا محدش علمهم ازاي يستمتعوا هما الاتنين في العلاقه مع بعض. الراجل لما بيكون عنده علاقات مع ستات محترفه بينتظر من مراته انها تعمل له نفس الحاجات اللي هو متعود عليها. شوفي يا مدام إلهام، ربنا حلل حاجات كتير قوي في العلاقة بين الراجل والست، بس احنا اللي بنحرمها على نفسنا وبنصعبها. يعني بنت المفروض يبقى لها تجارب قبل الجواز عشان تبسط جوزها بعد كده؟ أنا ما أقصدش، لكن مفتاح رغبة الراجل في عينيه، يعني لازم عينيه تشبع عشان رغبته ناحيتك تتحرك. الست مهما كانت وزيرة أو مديرة لازم في السرير مع جوزها تكون ست بجد. انا مش عارف انت بتعملي فيا ايه. بحبك يا راجل. ما تطلبي الطلاق ونتجوز بدل ما احنا كده بنتقابل زي الحرامية. يا بنتي قولي لها بحبه، بعشقه، بموت في هواه. مالكش دعوه بيه، كلمني انا. ايوه كلمها هي. ايه اللي مصحيكوا لغايه دلوقتي؟ ممكن تخشوا بقى علشان تناموا؟ حاضر يا ماما، احنا هنعمل كل اللي انت عايزاه، بس بلاش تسيبينا تاني. انا سبتكوا؟ انا ما اقدرش اسيبكوا. شفتي بقى، قلتلك يا ماما تحبنا. طبعا بموت فيك. ممكن بقى يلا تخشوا تناموا؟ جود نايت.
أحاسيسنا بتلمسنا بعشق جريء تحسسنا، وليه الخوف من المكشوف في سجن الضلمة يحبسنا؟ يا أهل الحب يا عايشين سنين دوامة الأحزان، جريء الحب في قلوبنا وأكبر حتى من نسيان. ما تسألنيش وطير بيا، ما توحشنيش ودوب في عيوني وشفايفي ودوب فيا. والله اللي عمله ده عين العقل. انتي المفروض تحمدي ربنا ان هو طلقك وبس. طب اعمل ايه دلوقتي؟ هو قال لي اخرج من حياته او هيقول لبنتي على كل حاجه، وانا ما اقدرش اعيش من غير بنتي. انا غلطت بس كان غصب عني. انا مش عايزه احس ابدا اني سقطت في نظر بنتي. يبقى مفيش قدامك غير حل واحد. الحقيني بيه ابوس ايدك. تتجوزيه. ايه؟ ايوه اتطلقتي من جوه. لا خلاص اتفقنا، يلا مش هتأخر، باي. مساء الخير. مساء الفل. انت بتكلمي مين؟ دي مشكلة في الشغل وحلتها خلاص. ايوه مشكلة ايه يعني؟ مشكلة؟ مش مهم ايه؟ وريني تليفوني. تليفون مين يا مجدي؟ انت اكتر واحد عارف، وانا عارفة ان احنا مع بعض عشان مزاجنا وبس. وانا عن نفسي مش هصدق لو قلت لي انك حبيتني فجأة كده. وليه لا؟ نفترض انك حبيتني بجد، هترضى تتجوزني؟ هتتجوزني يا مجدي بيه؟ من غير ما ترد. لا طبعا. وحتى لو انت رضيت انا مش هرضى. بقولك ايه، بلاش نقف لبعض على الواحدة، وخلينا يا حبيبي عشان مزاجنا مع بعض وخلاص. العشاء عندك جوه، انا نازله على الشغل. سلام. يا مجدي، مجدي انا ايهاب، انا تعبان قوي. لا في السخنة تعبان. ده التطور الطبيعي للحالة. الورم كبر، واضح انه ابتدى يأثر على أجزاء المخ اللي حواليه، وده سبب زيادة الأعراض. والحل يا دكتور؟ أنا ليا تحفظ، حالتك محتاجة العلاج الطبي وبس. بس انا عايز اخف. انا زهقت يا مجدي، نفسي اعيش زي اي حد طبيعي. انا هعمل عمليه. أنا مش بحبذ الجراحة في حالتك، العملية فيها خطورة كبيرة على حياتك ونتيجتها مش مضمونة. وانا مصر ان انا اعمل عمليه. ايه اللي انت بتقوله ده يا ايهاب؟ ما هو انا لا عايش كويس لا بلاش. ايهاب بيه ارجوك اهدى شويه. ارجوك انت يا دكتور ساعدني، انت احسن جراح في البلد، ساعدني يا دكتور. ما تسمعش كلامه يا دكتور. مجدي مالكش دعوه بيا، ده قرار نهائي، انا بتحمل مسؤوليه ومستعد امضي لك اقرار بكده. ليه كده يا ايهاب؟ انا من حقي عليك ان امنعك. انت كده بتنتحر يا صاحبي. انتحر ايه بس يا مجدي؟ كل الحكايه اللي انا عايز اواجه عشان اخلص من العذاب اللي انا عايش فيه ده. طب عشان خاطري
عشان خاطري فكر شويه. عشان خاطر انت وديني النور. نور؟ الو. ايوه يا سلمى، خلاص باركيلي، انا وممدوح خلاص هنتجوز. يا رب اغفر لي، سامحني، استرني استرني يا رب. لكن يظهر حتى التوبة ليها عوامل مساعدة. مش فاهم. بعد ما مات الراجل العجوز اللي كوزته خدتني ورجعت بيت ابويا. وبعدين؟ استحملني لحد فلوسي ما خلصت، وبعدين زهق وقال لي شوفي لك حل. اشتغلي. اشتغلت ايه بقى؟ مرة سكرتيرة ومرة جرسونة، وفي كل مرة صاحب الشغل يساومني، يا كده يا كده. للدرجة دي؟ واكتر. لما ضاقت بيا الدنيا وتاخد حقي بسناني، انت الوحيد اللي اديته من غير ما ياخد. اشمعنى انا يا نور؟ معرفش، يمكن عشان طيب، يمكن عشان ظروفك صعبة، بس أكيد حبيتك. تتجوزيني؟ ما تيجي نروح؟ تتجوزيني؟ عمر الشاي باقي. ما تقولش كده، انا هستناك، كلنا هنستناك. كان نفسي اشوف سلمى. عارف، يمكن بموتي تخلص حكايتنا. بلغها الحقيقة اللي انا عمري ما حبيت حد قدها. بكره تقوم بالسلامه وتقول لها الكلام ده بنفسك. مسؤوليتك نور يا مجدي. على فكرة انا اتجوزتها، قلت يمكن لما تورثني ما تحتاجش لحد. ان شاء الله هتقوم بالسلامه، انا حاسس. يا رب يا مجدي يا صاحبي. مجدي، مساء الخير يا سلمى. ايه المفاجأة الحلوة دي؟ اتفضل. اتفضل. اسف ان انا جيت من غير ميعاد، بس الموضوع اللي جاي عشانه ما كانش ينفع يستنى. مفيش حاجة، خير. في الحقيقه انا مش عارف ابتدي منين. الموضوع باختصار ان ايهاب من فتره وهو بيعاني من ورم في المخ. ده السبب اللي خلاه يسيبك في المرتين اللي فاتوا. انت بتقول ايه؟ انت عايز تقول ان ايوه، يعني ايهاب كان عيان من زمان وهو عارف؟ طب ما قاليش ليه؟ وانت ما قلتليش ليه؟ هو اللي اصر انك ما تعرفيش. فضل انه يبان قدامك خاين
احسن ما بوظ لك حياتك. وهو فين دلوقتي؟ المستشفى في العمليات. عمليات؟ وللاسف الدكاتره بيقولوا ان الامل ضعيف. على فين يا هاني؟ يا في المستشفى وحالته خطر. الحكايه واضحه يا هاني. الاول تطلب الطلاق من غير سبب، وبعدين ترجعي معاه وتقولي صرف، ودلوقتي هو في المستشفى وطالب يشوفك. معناته ايه؟ ولا حاجه، انت غلطان غلطان. كنت لازم افهم الاول انك زي صاحبتك وتزي حنا. خاينه زيها. لا انا مش خاينه صدقني، والله مش خاينه. انت فاهمني غلط، حرام عليك ما تظلمنيش. الحرام ان انت تقعدي في البيت لحظه واحده. بره بره خاينه. بره 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 بره. إيهاب هيروح مني. إن شاء الله تطمني عليه. أنا ما صدقتش مجدي لما قال لي على خبر جوازكم. انا عاوزاه يعيش حتى من غير جواز. ايه الاخبار؟ طمنوني. الو داليا، انت فين؟ عايزاكي. دخل. اعرفك مدام سلمى بنت خالة ايهاب، نور. اهلا وسهلا. اهلا. ما تعرفش العمليه هتاخد وقت قد ايه؟ ربنا يقومه بالسلامة، مش مهم الوقت. يا رب. الحمد لله على سلامته. يعني في امل انه يعيش يا دكتور؟ بقول لك ايه، الاعمار بيد الله، العمليه نجحت والحمد لله. لو عدى 24 ساعه يبقى في امل كبير. يا رب. انا قلت ممكن تكون محتاجني جنبك النهارده. انا طول الوقت محتاجك جنبي، ربنا يخليك ليا. الفايل بتاع المريض ما بيتفتحش غير في وجوده، بس عشان القصة اللي انت بتحكيها لي دي انا بأكد لك ان مراتك ما خانتكش رغم احساسها الفعلي بالخيانة. انت شريك في مشكلة مراتك يا استاذ احمد. انا شايفة ان انت محتاج تقرب من مراتك اكتر من كده.
لك انا باكد لك ان مراتك ما خانتكش رغم احساسها الفعلي بالخيانة. بالخيانه. لا انا مش خاينه صدقني، والله مش خاينه.